بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. حكايتنا النهارده مع حكايه القديسه مريم المصريه، وكتير انتوا عارفينها. فقديستنا اتولدت في مدينه الاسكندريه سنه 345 ميلاديه من ابوين مسيحيين، ولما بلغت سن الثانيه عشر خدعها عدو الخير، وكان عن طريق البشر، فجعل منها فخاخا منصوبة للشيطان، وكانت بتجر ناس كبار وصغيرين إلى طريق الشر، وفضلت على هذا المنوال من الشر لمدة 17 سنة، حتى لقت قوم مسافرين في السفينة، وكان ساعتها أدركتها محبة الله. وقررت انها تروح عن طريق السفينة، وكانت اجرتها انها برضو تعمل الشر، لكن ربنا ادرك محبته ليها، وفعلا راحت بالسفينة لمدينة القدس. ولما وصلت السفينة للبر وحبت تدخل مع الناس الكنيسة، لقت قوة خفية قوية جدا بتمنعها من الدخول وبترجعها للورا، وكلما ارادت انها تدخل الكنيسة تلاقي القوة بتدفعها اكتر انها ترجع ورا. وكانت قوة عجيبة جدا، ومكانتش مصدقة نفسها في ايه. ولما فكرت شوية وقالت اكيد ده بسبب خطاياي ونجاسات قلبي وعمل الشر اللي انا فيه. ولقت نفسها بتبكي دموع غزيرة جدا قدام صورة الست العذراء، وهي بتترجاها وتستنجدها انها تطلب من ربنا انه يسامحها وتكون شفاعتها معاها، وان امنا العذراء تشفع لها امام ربنا يسوع انها تقدر تدخل الكنيسة. وبالفعل رشمت الصليب على نفسها وحبت تدخل مع القوم الداخلين، وبالفعل قدرت انها تدخل من غير القوة الخفية دي ما تمنعها من الدخول مرة تانية. وفعلا دخلت وسجدت مع الساجدين قدام صورة المسيح، وانها تطلب ارشاد الروح القدس ومن ربنا انه يرشدها تعمل ايه في الطريق وازاي تمشي، وانها اكيد هتمشي في الطريق اللي ربنا هيرسمه لها زي ما هو يرتضي. وبالفعل طلبت شفاعة امنا العذراء في طريقها ومشيت، ورجعت لأيقونة الست العذراء وهي بتقول لها قولي لي يا امي اعمل ايه. فلقت صوت من الايقونة بيقول لها اعبري نهر الاردن وانت هتلاقي اللي يرضيكي ويطمن قلبك. وقامت من السجدة وهي فرحانة جدا، وخرجت حسب الصوت ومشيت حسب ما الصوت قال لها، وهي كانت من أيقونة أمنا العذراء مريم. وفي الطريق قابلها إنسان واداها 3 دنانير أو دراهم من الفضة، واداها كمان 3 أرغفة. فعلا عبرت نهر الأردن ومكثت في الصحراء هناك لمدة 47 سنة، منها 17 سنة وهي بتحارب ضد عدو الخير اللي كان دايما بيهاجمها بخطاياها اللي فاتت، وانها قدام ربنا تابت عنها، وكان ربنا بيساعدها وبيبعد عنها عدو الخير من وقت ما هي تطلب